هي زي ما ذكرنا، لو انا كتبت مثلا على الباب دوت ديف سيكوال لايت، هلاقي انواع كتير جدا عندي. كل واحدة منهم بيكون فيها آه، بعض الفيتشرز اللي ممكن ما تكونش في غيرها. ولكن احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان انا لما اجي استعمل باكج يفضل ان هي تبقى اعلى رقم من البوبيولاريتي، فهي السيكوال فايل لايت هي الوحيدة فيهم اللي 100%. فيفضل ان انا استخدمها على طول. وزي ما برضو ما ذكرنا قبل كده ان انا لما اجي استخدم اي باكج بقرا الريد مي بتاعها، وبقدر ان انا لو عاوز بقى استخدمها بالفعل، بمشي على الخطوات اللي موجودة في التاب اللي اسمها installing. تمام. ففي الريد مي هنا هنلاقي ان هو يعني الدوكيومنتيشن بتاع السيكوال فايل لايت جميل جدا. ذاكر مثال كامل عليها، يعني ذاكر كل العمليات اللي فيها ان انا اضيف عنصر جديد او احذف عنصر جديد. وذاكره بطريقتين. الطريقة الاولى ان انا انفذ كويري عليها، يعني انا اللي اكتب الكويري نفسها، اكتب insert into table name القيم كذا كذا كذا، او update كذا او select from كذا. او ان انا استخدم ميثودز جاهزه عندي. وفي الغالب الميثودز دي بتكون آه، مدياني كل حاجه برضو. في عندي اللي هو ال- اللي هو الكويري. اه في عندي اللي هو الداتابيز دوت كويري دي اللي هي السلكت، في عندي الانسيرت، في عندي الديليت، في عندي الابديت. تمام. كل دول. فكل دي كل دي الميثودز معايا في الباكج نفسها، اقدر ان انا استخدمها علشان اتعامل مع السيكوال فايل. تمام. احنا كده اتكلمنا على الداتابيز والسيكوال لايت. في بقى عنصر مهم جدا جدا في فلاتر علشان اتعامل مع الداتابيزز عموما، وهو الفيوتشر بيلدر ويدج. في اي ابلكيشن عموما بيكون عندي داتا جايه من مصدر ما. ممكن يبقى داتا بيز لوكال زي السيكوال لايت، وممكن يكون داتا من الاي بي اي، او اللي هو داتا بيز على الكلاود عموما. او بغض النظر ممكن تبقى اي بي اي او بكونكت مباشر على الداتا بيز زي فاير بيز وهكذا. ففي الحالة دي الكونسبت عموما ان انا عندي بيانات انا مش عارف هي ايه لسه، ولكن هي هتيجي كمان شوية. ف... فانا محتاج ان انا استخدم ويدجت تخليني لما الداتا دي تيجي تعرضها. طب على ما تيجي بعرض غالبا ويدجت زي حاجة تحميل، أو اللي هو اللودنج. اللي هو عارفين انتوا الويدجت بتاعت اللودنج اللي هي السيرك، مش الويدجت نفسها ولكن شكل اللودنج عموما. دي بقدر ان انا اعرضها برضو في الفيوتشر بيلدر. هي عموما ويدجت اسمها circular progress indicator. هي بقدر استخدمها مع الفيوتشر بيلدر او غيرها عادي جدا، مش شرط مع الفيوتشر بيلدر. ولكن عموما ده دور الفيوتشر بيلدر، ان هو بتعرض لي الويدجت تري بعد ما الداتا بتاعتي تيجي او بعد ما عملية معينة تيجي. وبتتيح لي ان انا لو حصل ايرور في خلال العملية دي والداتا ما جاتش، اقدر ان انا ارجع اعمل ريتيرن الويدجت دي بتحتوي على تفاصيل عن الايرور، او اقول له بس ان حصل مشكلة مثلا تراي اجين وهكذا. وممكن ان انا برضو في وقت التحميل او على ما الويدجت دي تيجي، فبقدر ان انا برضو على ما الداتا دي تيجي عفوا اقدر ان انا ارجع ويدجت معين. وهنشوف الكلام ده.